السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعكم النشرة الإخبارية من حزب التحالف الوطني المصري. أعلن سيادة النائب محمد خالد القاضي الكشف الأول القائمة العامة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب 2025 بمجلس النواب. مرشح قائمة شباب مصر الشباب الوطني هنبني الوطن فردي. يتقدم سيادة اللواء خالد أحمد محسن إلى السيد النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري ونائب رئيس التحالف الوطني ورئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف. يسرنا أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد ميلادكم المجيد الموافق 5 أكتوبر، ونغتنم هذه الفرصة أيضا لنعبر عن فخرنا واعتزازنا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وإن احتفالك بعام جديد من عمرك يتزامن مع هذه الذكرى الوطنية الغالية، ليعكس روح العزيمة والإرادة القوية التي طالما كنت تجسدونها في مسيرتكم الحافلة بالعطاء من أجل الوطن. نسأل الله أن يمدكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يسدد خطاكم لمواصلة دوركم الوطني الهام في خدمة مصرنا الحبيبة. كل عام وأنتم بخير، وعقبال 100 عام من النجاح والتألق مع فائق التقدير والاحترام. بيان هام من أجل أن نكون صوت الشعب وضمير الوطن من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وتحت مظلة الدستور المصري الذي وافق عليه الشعب بأغلبية ساحقة عام 2014 من أجل التعددية السياسية والحزبية. قررت أحزاب التحالف الوطني المصري وحزب شباب تحيا مصر وحزب التحالف الوطني المصري والحزب القومي المصري، كما وافق أيضا 17 حزب سياسي بل وانضموا إلى القائمة على قائمة واحدة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 تحت اسم قائمة شباب مصر الشباب الوطني هنبني الوطن. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.